واحدة من الحالات اللي جات لي من فترة كانت جاية تشتكي إن وشها اتغير شكله بعد 6 شهور من عمل الفيلر. حصل تورم واختفى، بس شكل الشفايف والخدود كان غريب ومتغير شوية. ولما عملنا تحليل المشكلة وسألنا هنا وهنا، طلع المشكلة في نوع الفيلر نفسه. هنا بقى لازم نوضح حاجة: مش كل فيلر آمن، ومش كل فيلر معمول بنفس الجودة. في فيلرز كتير في السوق بتكون مصنفة ككوزموتيك برودكت، بس يعني مش إلزام إنها تعدي على كل اختبارات الأمان طويلة المدى. المشكلة إن بعض الأنواع دي ممكن بعد فترة تعمل فايبروسيس أو جرانيولوما أو ميجريشن لمكان تاني في الوش، يعني ممكن الورم أو الانتفاخ ينتقل لمكان تاني. عشان كده لازم تختار فيلر يكون مسجل كميديكال ديفايس كلاس 3، وده معناه انه عدى على اختبارات امان صارمة على المدى الطويل. كمان لازم نتأكد ان المنتج معاه ال CME اللي هي Certificate of Medical Examination لضمان الجودة. بعد بحث وتدوير وتجارب من عملاء وأسئلة في المستوصفات، لقيت إن من أحسن وأفضل الأمثلة في الفيلرز المضمونة هو الفيلر ديرما سيكريت الإيطالي. ليه بقى؟ لأنه مش بس ميديكال ديفايس، ده كمان معمول بتقنية ال CET تكنولوجي. التقنية دي بتخلي الفيلر أنقى بيوروفايد وتقلل وجود أي اندوتوكسين ممكن تسبب التهابات بعد الحقن. ده معناه نسبة تورم أقل، كدمات أقل، تعافي أسرع، ونتيجة أوضح ومرضية جدا للمريض. كمان الجيل اللي معمول منه الفيلر ده معمول بطريقة مدروسة كويس جدا، بحيث يعيش في جوه البشرة على الأقل 9 شهور بدون ما يفقد الشكل الطبيعي. وكمان في تنوع في التركيزات اللي تناسب كل حالة. عندك المنتج دوت متقسم ل3 تركيزات تناسب أي حاجة. النوع الأول السوفت، تركيزه 21 ملغ، مناسب لعلاج الهالات تحت العين، توريد الشفايف، والمناطق اللي عايزة تكون نتيجة طبيعية ونعومة أكتر، لأن هو تركيزه خفيف، يعني من الآخر بيظبط المظهر يعني. النوع التاني اللي هو السترونج، ده بقى تركيزه اعلى شويه وباين من اسمه تركيزه 24. ده بقى بيظبط الحجم او الفوليوم بتاع الشفايف وهو مخصص لكده. في عندنا بقى النوع التالت وهو الاكسترا سترونج، وطبعا باين من اسمه ان هو الاقوى حاجه وهو الاعلى تركيز، وهو تركيزه 26. ده بقى الاقوى واللي يقدر يستحمل الضغط والحركه طبعا. لعمل ايه؟ عشان يعمل كونتورنج للوجه، تحديد الفك، رفع الخدود او تعديل الدقن. العيوب دي كلها طبعا العيوب دي كلها محتاجة أقوى تركيز عشان يقدر ثابت ويستحمل حركة، فيجي هنا يدور الإكسترا سترونج. لو حضرتك دكتور الجلدية أو حضرتك واحدة بتدور على فيلر يدي نتيجة آمنة وكويسة تدوم فترة أطول ويقلل مشاكل ما بعد الحقن، أعتقد ديرما سيكريت يعتبر من أفضل الخيارات حاليا. ودي برضو الباركود بتاع صفحتهم على التيك توك لو حد عاوز يعرف معلومات عنهم أو يتواصل معاهم. أتمنى أكون فدتكم وقدمنا نوع كويس في الفيلر. وأخيرا الله يديم عليكم الصحة والعافية، ولو استفدتم من معلومة ما تنسونيش من لايك ومتابعة، والسلام عليكم.